الشاي يا دكتوره. 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة، ما أنا عارف إنه شاي، حد قال لك إنه ملوخية؟ معلش يا دكتوره، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت وقال لي اقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. حاضر يا دكتوره، اجيب لك حاجه يا دكتور تامر؟ لا متشكر يا سندينا، مش عايز. في حاجه يا بابا؟ الناس مهدود حيلها والأكل بقى بيمريش عليها. الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمة. ده أنا أعرف واحد صاحبي لا مؤاخذة يعني ما كانش ياخد الحباية المنشطة دي ما يقدرش يسد على بيته. يا بابا حضرتك دكتور وعارف ان مفيش اي علاقه بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للادمان، ثم ان في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له اكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، والا وزاره الصحه ما كانتش نزلته جدول. بصراحه يا بابا انا مستغرب من المناقشه في الموضوع ده. انت ايه حكايتك معايا؟ هو انت كل ما تيجي تقعد معايا يا اخي تديني محاضره؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش قادر افهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرا لك حاجه. الله، انت جاي تشتغل انا هنا هتعمل معايا ايه بس؟ اسيب لك المحزخانه وامشي؟ اعمل فيها اللي يعجبك، ان شاء الله تحرقها يا اخي. يا رب تتحرق، يا رب تولع يا رب. سلام. امال سالت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف يا دكتور، تعبان جسمي كله كده حاطط. معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلوه، خد يا اخويا خد ده خليك زي الحصان امسك. ايوه كده الله يكرم اصلك اهو كده كده الواحد ترجع الدمويه في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا قبضت مع العيال الصناعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت كلك فلوس، انا شايلك للكبيره. وصيلي بس على شاي. سردينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم.